السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا. اول حاجة احب اشكر الناس اللي دخلت امبارح عندنا جداد في القناة وشرفونا ونورونا بكومنتاتهم الجميلة وباشتراكاتهم الحلوة اللي احنا دايما بنسعد لما بنشوفها، وان شاء الله دايما كده يا رب نكون عند حسن ظنكم. واحب اشكر كمان الناس اللي دخلوا امبارح على الفيديو بتاع صينية البسارية وعجبتهم الطريقة بتاعتنا، وان شاء الله دايما كده يا رب نكون عند حسن ظنكم، ودايما وصفاتنا تعجبكم وفيديوهاتنا تكون خفيفة على قلوبكم. وهستنى دايما منكم في الكومنتات انكم تكتبوا لنا وصفات اكل جديده، حاجات انتوا حابينها نعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه، ودايما يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. النهارده بقى معانا وصفه حلوه جدا، دايما بنجيبها من بره، بقت غاليه جدا، ولادنا بيحبوها. هنعملها لهم النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وممكن اي حد يعملها ومش مكلفه خالص ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا ستريبس الدجاج. بقينا دلوقتي الفتره دي بنسمع ان الستريبس بقى غالي جدا، بنجيبه جاهز، ما احناش ضامنين ممكن يكون معمول ازاي ولا متبل ازاي. هنعمله النهارده معاكم في البيت بطريقه حلوه ان شاء الله يا رب تعجبكم، وان شاء الله يا رب تنور رضاكم. تعالوا كده يلا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف مقاديرنا النهارده عامله ازاي الستريبس بتاعنا. النهارده انا معايا صدور من الفراخ، جبتها من عند بتاع الفراخ، غسلتها كويس، قطعتها شرايح طوليه بالشكل اللي انا هوريه لحضراتكم دوت اهي. قطعتها شرايح بالطول كده، رفيعه مش تخينه خالص، بالطريقه دي كده تمام. وبعد كده هوت بعد ما غسلتها كويس نقعتها في محلول ميه وملح، عباره عن لتر من الميه معاه معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، نص عصره ليمونه، وسبتهم في الميه تقريبا مده لا تقل عن ساعتين. وبعد كده صفيتهم من الميه اللي فيهم، شطفتهم شطفه كويسه، وبقوا عندنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. طيب النهارده معايا بقى الخليط اللي انا هنقع فيه الستريبس او هحط فيه الستريبس قبل ما اقليه. عباره عن ايه؟ معايا كوبايه ونص من اللبن، معايا كمان مع 3 معالق كبار من النشا، معايا 3 معالق كبار من الدقيق، والتوابل بتاعتي معايا 3 معالق كبار من بهارات الفراخ. وانا النهارده مستخدم بهارات الفراخ بتاعتي من ماجي اللي هي تتبيله المشويات. معايا معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره بابريكا، والشطه هنا اختياري على حسب اللي حابب ان هي تكون حاره او بارده. طيب انا هعمل الخليط بتاعي ازاي؟ هجيب عندي بوله بالمنظر دوت، هنزل اول حاجه الدقيق، قلنا 3 معالق كبار من الدقيق، وبعد كده هنزل عليه بالنشا، وبعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي كلها، واقلب كل التوابل كده مع الدقيق والنشا. وانا هنا عايز انوه على حاجه، التوابل بتاعت ماجي في الخلطه دي او في الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، جربوها وان شاء الله مش هتندموا. وبعد كده هنزل عندي بكوبايه اللبن الاولى واقلب. لو احتجت تاني، انا مش عايز الخليط بتاعي يكون تخين ومش عايزه برضو يكون خفيف قوي، لو الخليط بتاعي احتاج ان انا ازود لبن هزود بالنص كوبايه التانيه اللي عندي، ما احتاجش خلاص. وهو غالبا مش هيحتاج معايا لبن تاني. انا مش عايز الخليط بتاعي تخين قوي ولا رفيع قوي او سائل قوي. هقلب كده عندي المكونات كلها بالطريقه دي، وبعد ما اقلب المكونات دي كلها هروح نازل عليها بالبانيه بتاعي. هنزل كمان بس بربع كوبايه من اللبن، مش عايز اكتر من كده خلاص. وهو ده كده شكل الخليط بتاعنا اللي احنا عايزينه، بقى عندي بالشكل ده اهو. الخليط ده كده اهو، انا مش عايزه اتخن من كده. هنزل بقى عندي هنا بصدور الفراخ كلها، وهنا بقى يستحسن او يفضل ان انا اسيب الصدور بتاعتي هنا او الستريبس بتاعي منقوع في الخليط دوت مده لا تقل عن ساعتين، يعني هيبقى احسن واحسن. يعني انا هنا النهارده هقليه مع حضراتكم على طول، بس احنا لو عندنا في البيت هنسيبه مده لا تقل عن ساعتين منقوع في الخليط ده. هقلب كده عندي بالطريقه دي، اغلف كل الستريبس بتاعي بالخليط بتاعي اللي انا عامله ده تمام. مش عايز اكتر من كده، مش هقلب فيه كتير، انا خلاص كده الستريبس بتاعي كله اتغلف بالطريقه دي.
طبعا احنا الستريبس دلوقتي بقت اسعاره نار، والفراخ عامه دلوقتي اسعارها غاليه جدا، فاحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نعمل الحاجات اللي ممكن نشتريها من بره بحاجه غاليه، نشتريها نعملها احنا في البيت بطريقه سهله وبسيطه وما تكلفناش كتير. هاجي عندي بقى هنا الخليط اللي انا هحط فيه الستريبس او التغليفه اللي انا هغلف بيها الستريبس قبل ما انزل بيه في الزيت، عباره عن معايا هنا 4 معالق كبار او 5 معالق كبار من الدقيق، هنزل بيهم كده عندي في بوله، زيهم نشا، وهبهر الحاجات دي او هتبلها عندي بايه. معايا هنا معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره من البابريكا والشطه والكزبره والفلفل الاسود، ومعايا كمان معلقه صغيره او معلقه كبيره من الكركم او الكاري. وهنا الكاري او الكركم عشان يدوني اللون الجولد بتاعي للستريبس بتاعي، يديله لون تحفه جدا. هقلب كده كل الخليط ده بالطريقه دي وبس، مش محتاج اي حاجه اكتر من كده. هجيب عندي شوكه، هنزل هاخد الخليط بتاعي كده من الخليط اللي انا حاطط فيه دوت الستريبس اهو، تمام، هنزل بيه هنا واقلب، وهطلع منه على الزيت. تمام، هنعمل كام واحده عشان ننزل بيهم في الزيت قدام حضراتكم. ادي واحده كمان اهي. طبعا انا هنا بيبقى عندي طاسه سخنه على النار فيها زيت غزير عشان انزل فيها بالستريبس بتاعي. هنزل كده هقلب بالطريقه دي واقلب، واخد تاني واقلب تاني واقلب. اظن يعني طريقه مفيش اسهل من كده وهتدينا نتيجه ولا اروع من كده. معايا هنا بقى على النار طاسه فيها زيت غزير زي ما قلنا. هاخد بقى الستريبس بتاعي بالطريقه دي، هنفض بس كويس كده الستريبس بتاعي من الدقيق وهنزل بيه في الزيت بتاعي. الزيت بتاعي طبعا يكون سخن، انا هنا موطي عليه. هنزل بس بالستريبس الاول وبعد كده هعلي النار عندي، وانا هنا بنفض الستريبس كويس من الدقيق والنشا عشان الزيت بتاعي او الدقيق اللي ينزل منه ما يتحرقش عندي في الطاسه ويغمق لي الستريبس بتاعي. هنزل كده هنزل كده، هعلي هنا عندي النار. هرجع لكم بعد شويه نشوف الستريبس بتاعنا بقى عامل ازاي، خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه كده بعد ما خلصنا بقى البانيه بتاعنا، الستريبس بتاعنا انا اسف اتحمر. بيبقى هو ده شكله. انا مش عايز اشد عليه اكتر من كده، هو ده اللون الجولد بتاعه اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده اهو. تمام، هطلع بقى الكميه بتاعتي كلها ونرجع بعد كده نشوف شكله هيبقى عامل ازاي، خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده، خلصنا بقى كميه البانيه اللي انا محتاجها او كميه الستريبس اللي انا محتاجها دلوقتي. طبعا الباقي انا ممكن اتبله بتتبيله الدقيق زي ما هو كده اهوت، واحطه في الفريزر وقت ما عاوز اطلع على طول على التحمير على طول. مش قادر اقول لكم قد ايه بقى شكله عامل ازاي، شكله تحفه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، يمكن احسن كمان. طبعا عايز اوريك بس او اسمعكم صوت القرمشه بتاعه والخرفشه بتاعه، هو قد ايه كريسبي من بره وطري وحلو جدا من جوه. ده كمان اهو هنقسمه مع بعض اهو عشان بس نشوف نتاكد ان هو طري جدا من جوه اهو. ده شكله اهو من جوه. اتمنى يا رب كده ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وينور رضاكم. هنزوقه بس كده بحاجه بسيطه، وده كده اهو بيبقى شكله النهائي. اتمنى يا رب كده تجربوا وصفاتنا ودايما يا رب تعجبكم، ودايما يا رب كده نكون عند حسن ظنكم. هستنى بقى ان شاء الله ارائكم في الكومنتات باذن الله، تقولوا لنا جربتوه ولا لا وعجب اولادكم ولا لا. وهستنى كمان كلامكم الحلو وتقولوا لنا اي وصفات انتوا عايزينها، اي اكل انتوا عايزين نعمله لكم بطريقه جديده بطرق مختلفه. احنا تحت امركم، تشرفونا وتنورونا ودايما يا رب بنكبر بيكم. وان شاء الله كده يا رب عيلتنا التانيه تدعمونا باشتراكاتكم وتدعمونا بلايكاتكم للفيديوهات بتاعتنا وتشوفوا فيديوهاتنا للاخر، ويا رب كده يا رب نكون خفاف على قلوبكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله ومع السلامه.